تحية لكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نسهلها بالعناوين. تنظيم مهرجان الإرتريين في الإمارات العربية المتحدة. دورة تدريبية لعدوات القيادة الغربية. إشادة بالتشجير في غولو بمديرية صنعاء. عشرات القتلى في زلزال باليابان وإجلاء أكثر من 51 ألف شخص. الهند تطلق أول قمر اصطناعي لدراسة الثقوب السوداء. والرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم الإرتريون في الإمارات العربية المتحدة مهرجانهم الأول في دبي خلال 30 و31 من ديسمبر. تضمن التجمع الوطني الذي حضره الإرتريون من جميع أنحاء الإمارات وافتتحه مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق. تضمن فعاليات ثقافية ومعرض أزياء وندوة حول الوضع الحالي ومحتويات أخرى. وأوضح مسؤول الجالية الإرترية في دبي والإمارات الشمالية السيد عمر محمود أن الأعياد والمهرجانات الوطنية هي منتديات مهمة لعكس وتعزيز وحدتنا وتضامننا والشباب المولودين في المهجر للتعرف على ثقافتهم وقيمهم وهويتهم. وأكد بأن الجالية ستعمل بجد لتنظيمه مستقبلا بشكل أوسع وأفضل تنظيما. وقدم مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف السائق توضيحا في السيمينار الذي حضرته القائمة بأعمال سفارة إرتريا لدى دولة الإمارات السيدة سعيدة محمد طه ومدير القنصلية العامة لإرتريا في دبي السيد محمود سالم ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد تسفو قبرة سائم عن الوضع الراهن في البلاد والتطورات الإقليمية والدولية، وأجاب على أسئلة المشاركين. وتميز المهرجان الأول للإرتريين المقيمين في الإمارات بعرض للأزياء التقليدية للقوميات الإرترية قدمته مجموعة شباب الوحدة ونظمته مصممة الأزياء الإرترية فريدة دجلل، وعرض موسيقي لفرقة فنية ذهبت من إرتريا. تلقى 59 امرأة من مختلف وحدات القيادة الغربية دورة تدريبية مهنية نظمها الاتحاد الوطني للمرأة بالتعاون مع القيادة الغربية. اشتمل التدريب الذي استمر ل3 أشهر تكنولوجيا الكمبيوتر وعلوم السكرتارية، ويؤمل أن يساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة الشخصية للمتدربات وأنشطة مكاتب وحدات قوات الدفاع. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة السيدة يحدى يوهانس في مراسم التخريج التي جرت في 2 يناير أن التدريب جزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرة المهنية للنساء وتعزيز مساهمتهن. وشكرت دعم القيادة الغربية واهتمام المتدربات لإنجاح الدورة التدريبية. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تقاة السامكال في المناسبة إن أولويات الاتحاد تتمثل في توفير التدريب المهني للنساء المنخرطات في مختلف المهام الوطنية لتعزيز مهاراتهن ومساهمتهن. وقال رئيس هيئة أركان القيادة الغربية العميد صهي مكنن إن البرنامج تم تنفيذه بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمرأة لكون التدريب المهني له فائدة متساوية للمواطنين في مختلف المستويات والوظائف. تم الإشادة بدور سكان إدارة ضاحية غولو في مديرية صنعاء في التشجير ورعاية الأشجار المستوطنة. وأوضح مدير الضاحية السيد عبد الله أحمد أن الجهود تبذل لجعل حماية الأشجار والحياة البرية عملية مجتمعية وعدم قصرها على أشخاص محدودين توظفهم الحكومة، وتجري المراقبة الواعية للحد من الرعية في شتول الأشجار الحديثة والقطع الجائر للأشجار في المحميات. وقال إن نجاح نمو عشرات الآلاف من شتول الأشجار التي زرعت وتغيير المنطقة إلى خضراء دافع مهم من مبادرات السكان، مشيرا إلى اتخاذ خطوات جادة لتنمية الأشجار المستوطنة التي دمرت خلال غزو الويان.
وذكر خبير تنمية الغابات السيد قرميسيوم ذكر تنفيذ أعمال ناجحة من سكان غولو في التشجير ورعاية الأشجار، موضحا بأن نجاح ونمو شتول الأشجار المزروعة عام 2023 بلغت 95%. وأشار إلى أن إنشاء مشتل بالقرية أعطى زخما للعمل، معربا عن تقديره لاهتمام السكان. من جانبه أشار السيد تسفهوني بريقابر من مكتب الزراعة في مديرية صنعاء إلى أهمية الموارد التشجيرية في الوقاية من انجراف التربة، وناشد الآخرين لحزو الأنشطة التي يقوم بها سكان ضاحية غولو. تقع ضاحية غولو على بعد 12 كيلومتر شرق مدينة صنعاء. قيمت إدارة مديرية عصب تقييم تنفيذ برامج عام 2023 في اجتماع عقدته يوم 28 من ديسمبر مع ممثلي الشعب. وأوضح ممثل مدير المديرية السيد برهان كداري في التقرير الذي قدمه، أوضح المشاركة في التعليم مرفقا بالأرقام ونسبها ومهام إصحاح البيئة لدرء الأمراض وتوفير المياه. وأشار إلى تقديم اللوازم الدراسية ل 420 طالبا وتقديم مخصصات منتظمة لإعالة أسر الشهداء. وذكر القيام بأنشطة مراقبة للمتاجر للحد من المخالفات القانونية، حيث تم معاقبة 34 متجرا ماليا لوجود مواد منتهية الصلاحية. وأفاد بزرع 12250 من أشجار الشورى في شواطئ البحر، وقدم توضيحا حول برامج عام 2024. دعت وحدة التأهيل الاجتماعي في إدارة الإقليم الأوسط إلى تعزيز دور المجتمع عامة في دعم ومساعدة المحتاجين. جاء ذلك في تصريح لمسؤول الوحدة السيد كفلوم تكي خلال الدعم العيني الذي قدمه طلاب مدرسة إبراهيم سلطان الثانوية في عد قيف الأول من يناير للمحتاجين الذين تشرف عليهم الوحدة. من جانبه أوضح مدير المدرسة والمشرف التربوي أن جهود تنشئة شباب يتحلون بالقيم والأخلاق الحميدة تبدأ من المدرسة، منادين أولياء الأمور على أن يكونوا قدوة لأبنائهم وتشجيعهم على فعل الخير. وتضمن البرنامج المنظم بمناسبة رأس السنة الجديدة وجبة غداء وترفيه وأنشطة أخرى. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرتيا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. والأنباء العالمية: أسفر زلزال قوي ضرب وسط اليابان عن مقتل 30 شخصا على الأقل، حيث أعلنت الشرطة والسلطات مقاطعات في وقت مبكر انتشال جثث من تحت أنقاض مباني منهارة، بينما أمرت الحكومة بإجلاء أكثر من 51 ألف شخص في 5 محافظات. وتسبب الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته بلغت 7.6 درجات على مقياس ريختر في حوالي 100 هزة في المنطقة بعد الزلزال، وأدى إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل ودفع سكان من بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة. كما تسبب في موجات بارتفاع متر تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة. وتم إرسال أفراد من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وتم أيضا إغلاق مطار محلي بعد أن أحدث الزلزال شقوقا في مدرجاته. وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة حزام النار بالمحيط الهادي التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وتمتد هذه المنطقة من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادي. أطلقت الهند أول أقمارها الاصطناعية لدراسة الثقوب السوداء، فيما تسعى لتعميق جهود استكشاف الفضاء قبل إرسال مهمة مؤهلة طموحة العام المقبل. وقال إس سومنات رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إنه جرى إطلاق المركبة المسماة إكس راي بولاريمتر ستالايت إلى مدار يبعد مسافة 350 كيلومترا من جزيرة قريبة من الميناء الفضائي الرئيسي بالهند قبالة ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد.
وسوف يجري القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه نحو 470 كيلوغراما سيجري أبحاثا على الأشعة السينية التي تنبعث من نحو 50 جسما سماويا بمساعدة حمولتين صنعتهما منظمة أبحاث الفضاء الهندية ومعهد أبحاث آخر مقره بنغالور. وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مهمة مماثلة في 2021 للإجابة على أسئلة مثل سبب دوران الثقوب السوداء بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدفع تنمية مستقرة ومستدامة للعلاقات بين البلدين. وأكد الرئيس الصيني في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى السنوية 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على ضرورة العمل لتنفيذ التفاهمات والنتائج المشتركة الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين. وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن البلدين تجاوزا العواصف وتحركا للأمام بشكل عام، وهو الشيء الذي ساهم في تحقيق السلام والاستقرار في العالم. ووصف الرئيس الصيني إقامة علاقات بين الصين والولايات المتحدة بأنه حدث كبير في تاريخ العلاقات الثنائية وفي العلاقات الدولية. الخبر الأخير في هذه النشرة: استمتع الكوسوفيون باليوم الأول من الدخول من دون تأشيرة إلى منطقة شنغن الأوروبية التي تضم 27 دولة. وكان البرلمان الأوروبي قد منح في أبريل من العام الماضي الضوء الأخضر لمواطني كوسوفو للسفر من دون تأشيرات لمدة تصل إلى 90 يوما ضمن مدة 6 أشهر في منطقة شنغن الأوروبية والتي تضم 27 دولة بدءا من الأول من يناير 2024. وكانت كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة آخر دولة في غرب البلقان وأوروبا الشرقية لا تملك مثل هذه الترتيبات للسفر مع الاتحاد الأوروبي. وستفتح هذه الخطوة الأبواب أمام الطلاب ورجال الأعمال. وفي حديثه أمام مجموعة من 50 مسافرا من كوسوفو أشاد رئيس الوزراء ألبين كورتي بخطوة عدم توجب الحصول على التأشيرة، وحذرهم من انتهاك قاعدة السفر لمدة 90 يوما من أصل 180 يوما. وتطمح كوسوفو إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ولكن على هذا المسار أوضحت بروكسل كل من كوسوفو وصربيا أن عليهما حل نزاعهما من أجل الانضمام إلى الكتلة. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بتذكير بالأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في الإمارات العربية المتحدة دورة تدريبية لعضوات القيادة الغربية. إشادة بالتشجير في غولو بمديرية صنعاء في الإقليم الجنوبي. عشرات القتلى في زلزال باليابان وإجلاء أكثر من 51,000 شخص. الهند تطلق أول قمر اصطناعي لدراسة الثقوب السوداء. والرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.